رجل أعمال سعودي وأشهر تاجر ديال الأسلحة في السبعينات، وأغنى رجل عربي بواحد الثروة كتفوق 40 مليار ديال الدولار. السمية ديالو كانت معروفة عالميا، كيمتلك أكبر يخت في العالم وطيارة خاصة، القليل اللي نقدروا نقولوا عليها هي قصر متنقل. عاش ثراء الفاحش والحياة ديال الرفاهية لأقصى درجة ممكنة، ولكن النهاية ديالو كانت مأساوية. البطل ديال القصة ديال اليوم هو عدنان خاشقجي، أشهر تاجر ديال الأسلحة عربي داز في التاريخ. القصة ديال هاد السيد فيها واحد العبرة كبيرة، خليكم تا الاخر، أنا متأكد أن القصة غتعجبكم. وأجي نديرو شوية ديال الضوء على هاد القصة. عدنان خاشقجي تزاد بيوم 25 شهر 7 ديال سنة 1935 بمكة المكرمة. الأب ديالو من أصول تركية، سميتو محمد خاشقجي، كان هو وزير الصحة ديال السعودية، وفي نفس الوقت هو الطبيب الخاص ديال مؤسس المملكة عبد العزيز مسعود. عائلة خاشقجي معروفة في السعودية، ومنهم شي أفراد اللي تقدروا تعرفوهم بحال الصحفي المشهور جمال خاشقجي وسميرة خاشقجي، طليقة ديال الملياردير المصري المشهور محمد الفايد. هاد المشاهير بجوجهم من العائلة ديال عدنان. كانت الدراسة ديال عدنان في السعودية قبل ما يتحول لمصر، وبالضبط في مدينة الإسكندرية باش يكمل قرايته. من بعد هادشي قرر أنه يمشي لميريكان، وبالضبط في ولاية كاليفورنيا، باش يكمل قرايته في كلية التجارة. ولكن عام من بعد الدراسة في ميريكان قرر أنه يحبس المسيرة الدراسية ديالو ويتوجه للعالم ديال التجارة والأعمال. في نفس ديك اللحظة السعودية كان عندها واحد المشكل كبير في الميدان ديال البناء، في العقار. كانت كتواجه صعوبات في الشاحنات اللي كانوا عندها، اللي ما كانوش كيقدروا يوصلوا اللوازم ديال البناء وسط من الصحراء. هادشي اللي طيح على عدنان واحد الفكره اللي غادي ترجعوا رجل غني. غادي يتعاقد مع واحد الشركه امريكانيه سميتها كينوورت، مختصه في الصناعه ديال الكاميوات. والخاصيه ديال الكاميوات اللي كتصنع هو انهم البنوات ديالهم كبار ويقدروا يمشيو في اي بلاصه، حتى الرمله يقدروا يمشيو فيها. ولا هو الوكيل ديال هاد الشركه في السعوديه، كان كيستاجر من عندهم الكاميوات وكيخدموا في السعوديه، وهو كان كياخد كوميسيون على هاد العمليه، عموله ديالو، وقدر يجمع غير بالعموله ديال هاد العمليه 250 ألف دولار. هادشي عجاب عدنان، هو يولي كيخدم كوسيط بين شركات غربيه والسعوديه، وهو كياخد غير العموله ديال العمل اللي كيديرو، والعموله ديالو كانت كتوصل ل 15%. هادشي اللي خلى عدنان خاشقجي يولي رجل غني في سن صغير. هادشي اللي كنعاود لكم كان في السبعينات، وعدنان هادشي ما بقاش كافيه، ولا باغي كتر، ولا كيخدم كوسيط بين شركات اللي كيصنعوا الأسلحة والدول اللي غتبغي تستهلك دوك الأسلحة. وهاد العملية اللي دار رجعته من رجل غني لرجل ملياردير، ولات سميتو مشهورة، وأي واحد ولا كيعرف شكون هو عدنان خاشقجي، أشهر تاجر ديال الأسلحة في العالم في ديك الوقت. واحدة من أكبر الصفقات ديال بيع الأسلحة اللي دار، واحد الصفقة سميتها صفقة اليمامة، اللي كانت بين السعودية وبريطانيا، وكانت على شكل تبادل النفط بالسلاح، والقيمة ديال المعاملة كانت 20 مليار دولار. وما بين الصفقات الأخرى الكبيرة اللي كان دار، كان متورط ببيع الأسلحة بين ميريكان وإيران. إيران اللي كانت ديك الساعة داخلة في حرب مع العراق. غادي دابا تسائلوا في راسكم كيفاش أن عدنان خاشقجي عربي ومسند إيران؟ بالنسبة ليه هادشي ما كانش مهم، اللي مهم عنده هو يعمر جيبه، وبما أن إيران كانت كتخلصو مزيان كان كيبيع لها السلاح، اللي غادي يخلصو مزيان غادي يبيع ليه. كانت دولة عربية ولا أجنبية ما كيهموش. كمل عدنان على هاد الصفقات، وفي الثمانينات ولا أغنى رجل عربي في العالم. دابا ملي كنجبدو الناس الأغنياء اللي كاينين في هاد العالم كنقدروا نقولوا إيلون ماسك، جيف بيسوس ولا بيل غيتس. وفي الثمانينات ملي كطرح على راسك هاد التساؤل، سمية ديال شخص عربي كطلع، عدنان خاشقجي، اللي الثروه ديالو في ديك الساعه كانت كتقدر ب 40 مليار ديال الدولار. هادشي كنذكركم في الثمانينات، يعني القيمه ديال الفلوس دابا في الوقت الحالي فايته 120 مليار دولار. السيد التصويره ديالو كانت كتنشر في المجله الشهيره تايم. ما بين الحوايج اللي تشهر بهم عدنان في وقيته، الحب ديالو للعيالات. اول زوجه ديالو كانت انجليزيه وسميتها ساندرا دالي، اللي غير تزوجات به اعتنقت الاسلام وسمات راسها سوريا. كانوا عنده معاه 5 ديال الوليدات، محمد، خالد، حسين، عمر، وبنت وحده سميتها نبيله. ولكن هذا الزواج سال في سنه 1974.
وزاد شهر عدنان في ديك الوقيته بواحد الحاجه، هو بالطلاق ديالو، بحيث ان طليقته عطاها 900 مليون دولار كمؤخر ديال الطلاق، واللي كان كيتعتبر كأكبر مؤخر طلاق تعطى في التاريخ. من بعد غادي تزوج بواحد السيده اخرى سميتها لورا بيانكوليني، واللي تعرفات بسميت لمياء. تزوج بها وهي عندها 17 عام، وتزاد عنده معاها وليد سماه علي. من بعد غادي تزوج بواحد السيده ايرانيه سميتها شهباري، ولكن غير انفصل عليها في سنه 2015. هادو كانوا 3 من النساء اللي تزوج بهم بشكل رسمي. عاد زيد على هادشي انه تزوج ب 12 المراه، زواج متعه. ما بيناتهم كانت واحد عارضه الازياء معروفه في ديك الوقت، اللي كانت حكات لواحد الصحافه انا لقيتها فاش بغى يتزوج بها عدنان، عرض على انها تكون مرته لمده ديال 5 سنين بركه، عقد زواج محدود. عجيب. اجي ندوي دابا على الممتلكات ديال عدنان. دوينا على العمل ديالو المدخول الكبير اللي كيدخل، فين كيخسر هاد الفلوس كامله. كان عنده واحد من اكبر اليخوت في العالم، يخت الطول ديالو 86 متر، كان مسميه يخت نبيله على سميت بنته، وكان هاد اليخت بان في واحد من الافلام ديال جيمس بوند. غير العدد ديال الناس اللي خدامين وسط من هاد اليخت 610. تخيلوا معايا 610 ديال الموظفين غير في اليخت ديالو. كانت عنده طياره خاصه، والناس اللي طلعوا في ديك الطياره شهدوا انها في قمه الرفاهيه. كانوا كيقولوا حرفيا انها قصر متنقل. كان كيمتلك 12,000 عقار، الاغلبيه ديالهم كانوا في امريكا. تخيلوا معايا 12,000 عقار. وكان عنده مناجم ديال الديامون بالولايه ديال اليوتا في امريكان، وغير القيمه ديال هاد المناجم الملايير ديال الدولارات. وكانوا عنده اسهم في وحده من اكبر الشركات ديال الاتصالات في امريكان في ديك الساعه سميتها فيريزون. تخيلوا معايا بان في العيد ميلاد ديالو 50، فاش دار 50 عام، دار واحد الحفل كبير في المزرعه ديالو في ماربيا في اسبانيا. حضر لذاك الحفل اكثر من 400 واحد. وتخيلوا معايا ان في ديك المزرعه اللي دار فيها حفل صوب فيها واد، ولكن ما عمروش بالماء، عمرو بالخمر، وبالضبط بالشامبان. تخيل معايا واد ديال الشامبان. غير باش تعرف بان السيد كان كيخسر الفلوس بلا ما يحسب. الناس اللي كانوا في ديك الفيرما ديال عدنان كانوا كيقولوا بان كلي مشي يجي من الراس حتى الراس ديال ديك الفيرما في حاله مسافر كبيره لواحد الدرجه ما تقدرش تخيلها. واحد الصحيفه شهيره كانت كتبات على عدنان وقدرات شحال المصروف اليومي ديالو. تخيلوا ان السيد كان كيصرف $1,000,000 في النهار. قوة ما كان شخصيه قويه ومعروفه وثريه. فاش كان كيسافر لشي دول، الرئيس لديك الدوله هو اللي كيستقبلو شخصيا. كان حتى بعض المرات شي دول كتسلف من عند عدنان فلوس. تخيلوا معايا دوله كتسلف من عند واحد. الدخل السنوي ديال عدنان هو $500,000,000، رقم فلكي. واحد النهار بنته نبيله طلبت منه واحد الطلب، تشهات ايس كريم لا كلاس، وواحد النوع من الشوكولات كان فايت لها كلاتو. المشكل اللي كان ان داك الايس كريم كاين غير في فرنسا، وداك النوع ديال الشوكولات كاين غير في سويسرا. عدنان طلب من واحد من الموظفين انه يطلع في الطائره الخاصه ديالو ويجيب لها داكشي اللي بغات. 7 سوايع من بعد جا هداكشي اللي بغات حتى لعندها. هاد الحياه ديال الرفاهيه ما كانش بلا مشاكل. في واحد الوقيته عدنان شد في الحبس، في واحد الحبس في سويسرا، والتهمه اللي كانت موجهه ليه هي انه كان كيدير غسيل الاموال للزوجه ديال الديكتاتور الفلبيني ديك الساعه. وفي نفس الوقت كان داخل في واحد المعركه قضائيه ضد من المملكه المتحده اللي كانوا باغيين يجريو عليه من البلاد. ولكن في الاخير التهم كامله تحت الارض، وخرج عدنان براءه. ما بين الحوايج اللي كان مبلي بهم بزاف عدنان، من غير الشراب والبنات، كان مبلي بالقمر، وخاصه باللعبه ديال لاغوليت. وكان كيلعب بواحد المبالغ كبيره بزاف باش يربح بزاف، وفي نفس الوقت باش يبهر دوك البنات اللي كانوا دايرين به. تخيلوا معايا انه في واحد النهار في ليله واحده خسر $500,000. ولكن عدنان ما كانش كيضرب حساب، ما كان كيضرب حساب لا للدنيا لا للاخره. فلوسو كان كيخسرهم في القمر، في الشراب، في البنات، في الحفلات، بلا ما يحسب. وديك الثروه ديالو بدات كتنقص بشويه بشويه. ولكن هاد القمر والحفلات ما كانوش هما السبب. ميريكان كانوا شافوا بان السيد غادي كيطغى، وبغاو انهم يريبوه. وجهوا ليه التهمه ديال الاحتيال، وبينوا بانه كان كيتلاعب بديك الاسهم اللي كانت عنده في ديك الشركه ديال الاتصالات. ضربه موجعه على عدنان. زيد على هادشي بان القيمه ديال العقارات في ميريكان في ديك الساعه بدات كتراجع، هادشي اللي خلاه يخسر اكثر من $500,000,000. زيد على هادشي دوك المناجم اللي كان عنده في ميريكان ما بقاو كيدخلوا ليه والو، واكثر من هادشي ولا كيخسر فيهم.
وكانت كتقدر الخساره اللي عنده في دوك المناجم ديال الالماس ب2 مليار ديال الدولار. هادشي كامل واقع، وعدنان راه كاين في لندن كيلعب القمر. وفي واحد الليله هو جالس كيلعب تفاجأ ان كاع دوك الفلوس اللي كانوا عنده في البنوك ديال البلاد تقاداو، ما بقى عنده حتى ريال. ازمات من كاع القنات، قوه ما الازمه كانت عنده كبيره، اضطر انه يبيع اليخت ديالو. باعوا للسلطان ديال بلد بروناي نفس اليخت. داك السلطان ديال بروناي باعوا لدونالد ترامب اللي دوز به عامين ويبيعوا للوليد بن طلال. في الثمانينات كانت الحرب بين العراق وايران، وكيف ما قلنا عدنان صاحبه هو اللي غادي يعطيه فلوس، كان ممول ايران بالسلاح. وبسبب هادشي السعوديه حبسات عدنان من اي معامله تجاريه في السعوديه. كاع دوك البروجيات اللي كيف ما قلنا في الاول كان شاد تلغاو. زيد على هادشي ان المملكه السعوديه ولات كتصيفط بزاف ديال الطلاب ديالها للغرب باش يقراو. نفس هاد الطلاب ملي كيتخرجوا ولاو هما اللي كيقوموا بداك العمل اللي كان كيدير خاشقجي، يعني وسطاء بين شركات غربيه وبين المملكه السعوديه. عدنان دابا ولاو عنده الخسائر من كاع الجوايه والمدخول والو. هاد الازمه بقات وقت قليل قبل ما عدنان يفلس، ما غادي يبقى عنده حتى شي ريال، وغادي يقرر باش يرجع في حالته للسعوديه يستقر فيها. المشكل اللي كان هو انه ما لقاش حتى باش ياخذ التذكره ديال الطياره. تخيلوا معايا الراجل اللي كان كيخسر مليون ديال الدولار في النهار وكان كيدخل نص مليار دولار في العام، ما لاقيش دابا باش يشري تذكره ديال الطياره باش يرجع لبلادو. صادف واحد الرجل الاعمال اللي كان كيعرف مزيان في لندن، هو اللي قدر يشري ليه التذكره باش يرجع للسعوديه. وملي وصل لبلادو تخيلوا معايا انه كان في واحد الحاله مزريه، ما كانش كيلقى حتى باش يشرب وباش ياكل. الناس اللي كانوا كيتعاونوا معاه وحتى الحاله الصحيه ديالو بدات كتدهور. ومن بعد ما انتشر الخبر ديال الافلاس ديال عدنان، جا واحد من صحابو القدام ويقول ليه عدنان انا ما ناسيش ديك الصحبه اللي كانت بيناتنا، انا اللي غادي نتكلف بيك وغادي نعطيك باش تاكل وباش تشرب. وفي واحد النهار وحده من الزوجات ديالو سولت واحد السؤال، قالت لي دابا انت دوزتي كلشي، دوزتي الغنى، دوزتي دابا هاد الحاله هادي اللي انت فيها، ولكن بغيت نعرف منك شنو هو اخيب نهار دوزتي في حياتك. قال لها انه واحد النهار جا عنده واحد من العمال ديالو، واحد من الموظفين، وطلب منه واحد المبلغ ديال الفلوس. داك الموظف كان دايز منه واحد الفتره صعيبه وكان محتاج للفلوس، هو يتجه للباترون ديالو عدنان. قال لي عافاك بغيت منك واحد السلف، سلفني وقطع ليا من الشهر حتى نكمل لك داكشي اللي غتعطيني. ولكن انا بديت كنستهزئ به، بديت كنعايرو وكنغوت وتعصبت، وفي الاخر جريت عليه من ديك الخدمه. سولاتو مرتو قالت لي علاش درتي بحال هكا، انت كان عندك الفلوس، فين كانت تبان لك داك المبلغ الصغير اللي كنتي غتعطيه؟ قال لها انا ماشي مسؤول عليه وما سوقيش. قالت ليه كمل ليا. ويقول لها بانه فاش سمع انني جريت عليه دعا عليا، قال لي يا ربي قبل ما تديني بغيت نشوف هاد السيد هذا محتاج للفلوس. ويكمل الزوجه ديالو في الهضره، قال لها دابا انا مبقى عندي حتى ريال، ومن غير داك الصديق ديالي اللي كيعطيني الشهريه ديالي باش ناكل باش نشرب ما عنديش من ندخل فلوس. وفي واحد النهار فين كنت غادي نمشي عند هاد الصديق ديالي باش يعطيني الفلوس ديال الشهر اللي كان موعدني، غير هو في داك النهار فاش مشيت عنده هو ما كانش، ويصيفط ليا واحد من العمال ديالو باش يعطيوني الفلوس ديال الشهر. كنت جالس في الدار ديالو حتى جا عندي العامل، وفاش كنشوف داك العامل هو داك السيد اللي كنت جريت عليه وما بغيتش نسلفو فلوس. ملي طردتو من العمل خدم عند الصديق ديالي، ودار الزمان حتى هاد السيد هذا هو اللي غادي يعطيني الفلوس باش نعيش لمده ديال شهر. وكان هذا هو اخيب نهار في حياتي. عدنان خاشقجي كان هو اغنى واحد في العائله ديال خاشقجي، ماشي غير عائله ديال خاشقجي وبس، اغنى رجل عربي. ودابا ولا افقر واحد في العائله ديالو، وافقر من بزاف ديال الناس. الدنيا دواره واللي يعطيك يقدر ياخذ ليك، كيف ما كتقدر تغنى كيف ما تقدر تفلس في اي وقت، ودوام الحال من المحال. سبحان الذي يغير ولا يغير. الحاله الصحيه ديال عدنان بقات غدا وكتدهور حتى تصاب بالمرض ديال باركنسون، ما بقاش قادر حتى يتمشى. المملكه السعوديه داتو لندن باش يتشافى. في هذه المرحله عاونوه كبار التجار وبعض الرؤساء ديال الدول وشي وحدين من صحابه. في الاخير توفى في سنه 2017 في لندن وكان في عمره 81 عام. هكذا غادي نكونوا وصلنا للاخر ديال القصه اللي كنتمنى انها تكون عجباتكم وانها تعطيكم شي افاده، وكنعطيكم موعد جديد في حلقه جديده من قناه قصه بالدارجه. تهلاو ليا في راسكم.